السلام عليكم يا شباب. مقطع النهارده عن واحده من ارخم المجموعات في كل العاب يوجي بشكل عام. طبعا خلاص كده اكيد كلكم عرفتوا مجموعه الليبريانس. بصوا هو مبدئيا كده المجموعه لسه ناقصها حاجات كتير، يعني في اوراق قويه جدا لسه ما نزلتش المجموعه. من وجهه نظري محتاجه مهاره خاصه بيها زيها زي اي مجموعه على الكوكب يعني في لعبه دول لينكس. ولكن رغم كل ده بقى خليني اقول لك ان المجموعه دي تعتبر كاونتر صريح لاغلب مجموعات الميتا او لاقوى المجموعات اللي موجوده دلوقتي. يعني تخيل كل المجموعات الجامده جدا الموجوده دلوقتي المجموعه دي بالنسبه لهم حرفيا رعب. يعني مثلا خلينا اوريك حاجه كده على السريع. لو دخلنا على الرانك بصوا كده معايا هنا مثلا المجموعه دي حرفيا حاليا مجموعه جامده جدا. الراجل كان رايح يصعد كينج اوف جيم خسر. هنا ده برضو مجموعه سينكرو، المجموعه قويه جدا ضد مجموعات السينكرو. يجي بقى واحد بلو ايز مع احترامي يعني بغض النظر انه ليجند 4 ولكن في الاخر يكسبك بسبب مثلا تراب زي ده. حتى الهيرو ما سلمتش حرفيا من المجموعه دي. طبعا خلينا بس نداري الاسم الغريب ده. طبعا المجموعه ليها شكلين، ليها كذا شكل. في شكل اللي انا بلعب بيه ده اللي هو بيعتمد على الوحوش بتاعه المجموعه والمجموعه بشكل عام، وفي شكل تاني هو مش بيعتمد على يعني وحوش واوراق المجموعه بشكل جامد. هو اعتماده الاكتر بيكون في دور خصمك، انك مثلا بتجيب تراب من مجموعتك لارض الملعب وبتقدر تفعله طبعا بسبب الكونتينيوس سبيل بتاعه المهاره. والتراب ده بيكون على حسب مجموعه خصمك، يعني مثلا لو خصمك فيوجن بتجيب تراب الكونتينيو تراب اللي بيمنع الفيوجن، لو خصمك سينكرو بيجيب الكونتينيو تراب اللي بيمنع السينكرو وهكذا. ولكن الشكل اللي هوريه لك النهارده هو بيعتمد في الاغلب او بيعتمد اكتر على المجموعه نفسها. فتعالى اول حاجه اوريك الشكل اللي بلعب بيه النهارده، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب ده شكل المجموعه اللي انا بلعب بيه. بالنسبه لي الوحش ده والوحش ده مهمين جدا. تقدر تحط تراب او سبيل خاص بالمجموعه للملعب عندك وده بيفيدك في اوقات كتير. وعلى فكره القدرات دي كوك افكت تقدر تفعلها في دورك او في دور خصمك. بس اللي عايز اقوله لك انت على فكره تقدر تلعب بنسخه واحده منه، نسخه واحده من الوحش ده ونسخه واحده من الوحش ده. يعني كل وحوش المجموعه حرفيا ممكن تلعب بنسخه واحده من كل وحش. المشكله اللي ممكن تواجهك ان وحش زي ده مثلا يتبنش، فدي هتبقى مشكله بالنسبه لك. هو لو راح للمقبره بتقدر تجيبه مثلا بوحش اللينك ده. هو للاسف يعني المبارزات كتير جدا النهارده، فهحاول اجيب لك معظم المبارزات. فخلينا اشرح لك المجموعه على السريع عشان مش هجيب لك مبارزه ضد بوت لان الكومبو بصراحه ما يستاهلش. موضوع سهل جدا. هو عموما الشكل ده زي ما قلت لك بيعتمد على المجموعه او اوراق المجموعه. بس في حاجه، لو بتلعب ضد مجموعه سينكرو تقدر تجيب وحش السينكرو ده. وحش السينكرو ده لما بيكون عندك في الملعب بيمنع خصمك انه يعمل اي استدعاء سينكرو، بس خصمك يقدر يضربه بورقه زي مثلا فوربيدن دروبلت او اي ورقه نجيد بشكل عام. ولكن يبقى لو انت ساحب الورقه دي بتحميك. طيب في حاله انك مش بتلعب ضد مجموعه سينكرو تقدر تعمل كذا حاجه. يعني تقدر تبدا مثلا بالوحش ده مع الوحش ده في الملعب. تقدر لو انت بادئ اول تجيب وحش زي ده وتسحب ورقتين، بعد كده تعمل برضو كومبو كويس. هو عموما يعني الوحوش كلها ليها قدرات قوية جدا. يعني مثلا عندك وحش زي ده لما بيكون في وحش تاني ويغادر الملعب قدرة الوحش ده بتتفعل. القدرة دي هي ايه بقى؟ انك بتدمر ورقة سواء من ايد خصمك او من الملعب. ده على فكرة باختيارك. يعني مثلا بيجي لك انك تفعل القدرة دي، لو دوست يس بتدمر ورقة من ايد خصمك، ولو دوست نو هتدمر ورقة في الملعب. وطبعا القدرة دي او التدمير ده بيكون بدون استهداف. طيب ممكن تعمل 2 تدمير في دور خصمك عن طريق ان يكون عندك الفيلد ده. الفيلد ده لما بيكون في الملعب وتيجي تفعل تراب عندك 6 يكون نورمال طبعا ويكون اسمه ويلكم ليبريانس، فساعتها بتقدر تفعل قدرة الفيلد ده وتدمر ورقة في ملعب خصمك. وبرده التدمير ده بدون استهداف. طبعا ويلكم ليبريانس اللي هي الورقة دي او الورقه دي، الاثنين دول ويلكم ليبريانس. طيب اليو ار، ورقه التراب اليو ار بتخليك تستدعي وحش ليبريانس من مجموعتك او من مقبرتك للملعب، بس بعد ما هتعمل كده هترجع وحش من ملعبك لايدك. والقدره دي او القدره الثانيه ساعات بتفيد انك لو حابب تفعل قدرات وحوشك. لو انت بادئ اول مثلا فممكن تعمل الحركه دي وتجيب الوحش ده وترجع وحش تاني في ملعبك لايدك وتدمر ورقه من ايد خصمك. بالنسبه للتراب ده نفس الموضوع، بتقدر تستدعي وحش من مجموعتك لارض الملعب، وحش ليبريانس. وكمان عنده قدره تاني في المقبره وهي ان لما وحش بيغادر الملعب عن طريق نورمال تراب بتقدر تفعل قدره الورقه دي من المقبره وتحطها ست في ملعبك. بقيه الترابات طبعا كلنا عارفينها. ممكن على فكره تلعب من غير الورقه دي. الشكل ده يكفي انك تستدعي الوحش اللي بيمنع سينكرو، فمش محتاج دي. ممكن تظبط بقى زي ما انت حابب، بس انا يعني ضايفها حتى لو مش فايداني. كده كده في قدرات كتير جدا بحتاج ان ابعت اوراق من ايدي للمقبره، فممكن ساعتها ابعتها هي او دي
لو انا برضو مش محتاجها. طيب بالنسبه للوحش ده، لما بيجي نورمال او سبيشال سامن بتعمل سيرش على اي ورقه ليبريانس وتضيفها لايدك. وطبعا عنده قدره تاني، لما وحش بيغادر الملعب فبتقدر تسحب ورقه، ولما بتسحب ورقه بتقدر تعمل حاجه من الاثنين، اما انك بتستدعي وحش من ايدك للملعب، طبعا بيكون وحش فند، او انك تحط تراب سحبته تحطه ست في ملعبك. وطبعا القدره دي بتقدر تفعلها في دور خصمك، زائد ان التراب اللي هتحطه هتقدر تفعله في نفس الدور بسبب الكونتينيو سبيل بتاع المهاره. بالنسبه للورقه دي او الوحش ده مهم جدا لو بتلعب ضد مجموعه سينكرو، لان الوحش ده لما بيكون في الملعب بتقدر تفعل قدرته وتبعت تراب من ايدك للمقبره وتستدعي وحش فند ليفل 4 واقل. يعني تقدر تستدعي وحش السول الوحش ده، وطبعا ده تونر 3 مع ليفل 4 بتقدر تجيب سينكرو 7. وبرده عنده قدره تاني لما وحش بيغادر الملعب، هي نفس القدره بتاعت الوحش ده يعني عشان ما اطولش. بالنسبه للورقتين دول، الورقتين دول كوك افكت، تقدر تفعلهم من ايدك او من الملعب، تبعتهم للمقبره وتبعت ورقه تاني من ايدك للمقبره، او ورقه ست عندك في ملعبك، في المقابل انك هتحط تراب او سبيل خاص بالمجموعه من مجموعتك للملعب. وبرده نفس الموضوع، عندهم قدرات من المقبره، ده بتقدر ترجعه لايدك وده بتقدر تعمل له صمن في الملعب، وده نفس الموضوع برده عنده قدره في المقبره بتقدر ترجعه لايدك او تستدعيه للملعب. بالنسبه للتراب ده ما يعتبرش خاص بالمجموعه، بس بيدمر اي ورقه في الملعب لو عندك وحش فند في الملعب. لازم يكون عندك وحش فند في الملعب عشان تقدر تفعله. طيب ده كل حاجه. بالنسبه برده الوحش ده في قدره نسيت اقولها، انك بتقدر تفعل قدرته وتحط اي نورمال تراب في المقبره عندك ست في الملعب. اي نورمال تراب مش شرط خاص بالمجموعه، يعني ممكن تحط ورقه البريزون، تقدر تحط مثلا التراب ده، اي نورمال تراب بشكل عام. ده غير ان الوحش ده برضو عنده قدره رهيبه جدا، ان وجوده اصلا في الملعب بيخلي خصمك ما يقدرش يفعل قدرات وحوش لما تيجي تفعل انت نورمال تراب. بمعنى مثلا يعني خصمك جاب الكوايزر، وحش الكوايزر طبعا وحش نجيت لاي حاجه، فانت فعلت ايس بريزون وعندك الوحش ده في الملعب، خصمك ساعتها مش هيقدر يعمل نجيت للايس بريزون لانه نورمال تراب. فالقدره دي لوحدها يعني قويه جدا حرفيا. طيب خلاص كده كل الوحوش تقريبا شرحتها. بالنسبه للوحش ده بتقدر تفعل قدرته وتبعت ورقه من ايدك للمقبره وتستدعي وحش فند من مقبرتك لارض الملعب. طبعا القدره دي بتفيد في اوقات كتير عشان مثلا تجدد وحش معين فند في الملعب حتى لو كان الوحش ده نفسه، لان الوحش ده فند برضه. ده غير انه عنده قدره حمايه كمان، يعني لما مثلا بيبقى عندك وحش في الملعب يجي يتدمر سواء بكارت افكت او بالباتل، فبتقدر تضحي بوحش فند عندك في الملعب بحيث تحمي الوحش مثلا اللي عايز تحميه من التدمير. طيب ده كده شرح المجموعه. تعالوا بقى اوريكم مبارزات على قد ما اقدر عشان تفهم المجموعه كويس. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه الستاردست تير، تعتبر تير زيرو حرفيا. اوكي هنا لاند مش افضل حاجه بس مش مشكله، يعني حرفيا المجموعه تعتبر وان كارد كومبو. طبعا بما ان مجموعه سينكرو فبجيب الوحش ده، وهنا ضفت التراب اللي بيعمل سامن، وضفت ده كحمايه عشان لو خصمي مثلا في ايده دروبلت او اي حاجه. جبت الوحش ده، ممكن تستنى بس كده كده ما كنتش قلقان من دروبلت. اوكي قبل ما ينهي دوره، هو عموما يعني غالبا لما هتبدا اول بالمجموعه دي ضد مجموعه سينكرو غالبا هينسحب، خصوصا بقى لو انت ساحب كمان التراب اللي بيعمل نيجيت لاي كوكيز بيل، فهو كده كده في الغالب خسران. طيب المبارزه دي ضد مجموعه الليره، يعني خلينا نفصل شويه من مجموعات السينكرو عشان موضوعها كان سهل قوي بالمجموعه بتاعتي دي الليبريانس. فهبقى اجيب لك يعني مبارزه طولت ضد الستاردست، يعني هو الراجل كان بيحاول. هنا طبعا مش بلعب ضد مجموعه سينكرو، مش شرط تعمل كده، يعني مش شرط تجيب الوحش ده، على حسب الهاند بتاعك عموما، على حسب طريقه لعبك. اوكي هنا عملت 2 بانش، هفعل قدرات وحوش من المقبره، طبعا الوحش والتراب. جبت صامن هنا الوحش ده، وجبت البيج بوس بتاع المجموعه عنده دروبلت. عايز اقول لك بلعت دروبلت كتير جدا بس عادي. اوكي لسه عندي التراب. نسيت اقول لكم التراب اليو ار عنده قدره قويه جدا في المقبره. لو عندك في الملعب وحش فند ليفل 8 فبتقدر ترجع وحش من ملعب خصمك لايده، وطبعا ساعتها قدرات وحوشك هتتفعل. طيب لو ما عندكش تقدر برضه تفعل قدرته من المقبره، بس ساعتها هترجع وحش من ملعبك انت لايدك. طيب هنا ستاردست بقى قلت اجيبها لكم عشان بدات تاني. هجيب لكم واحده تانيه بادئ قدامه اول والمبارزه طولت شويه. اوكي خليني اجري الكومبو عشان كومبو طويل طبعا زي ما كلنا عارفين هنا، بس خليني اقول لك لو بدات اول حرفيا
انا ده اقدر اعمل بيه كومبو كامل لوحده واجيب السينكرو، ده غير ان عندي اصلا التراب اللي بيمنع السينكرو. طيب اخيرا نخلص، بس المشكله برضو انك لما تبدا تاني تقدر تضيف بيضة رعب. يعني دي مشكله كبيره قوي في المهاره، اللي هو حرفيا بيضة رع او كايجو على حسب بقى خصمك عامل ازاي. فهو هنا بلعب بيضة رع. بصراحه اول من تاني مش فارقه كتير. مش فارقه كتير مع المجموعه دي ضد المجموعات اللي هي بتجيب لك 3 وحوش في الملعب، موضوع رخم جدا. اوكي، طبعا التدمير ده عن طريق الفيلد. البيضه رجعت لي تاني. عنده افكتيف فيلار، مش مشكله، هو بيفرفص حرفيا، يعني بيفرفص على الفاضي. جاب وحش. انا عندي على فكره التراب، كونتينيو تراب اللي بيمنع بص هنا عشان الاستدعاء ده يعتبر فيوجن، يعتبر قصدي سينكرو، مش عارف ايه حكايه الفيوجن. استدعاء بالورقه دي يعتبر سينكرو، فهنا لما فعلت الكونتينيو تراب الاستدعاء اتلغى. قلت ادمر نيكرو فالي، او مش عارف تقريبا كانت مقويه قلبه مش مخليه ينسحب. اوكي، هاجمت ونهيت المبارزه دي بلعب ضد السورد سول، هاند كويس جدا. هنا يفضل تبتدي كده، يعني تجيب الوحش ده عشان تضيف التراب اليو ار لو مش في ايدك، وباستخدام الوحش ده تبعت اليو ار للمقبره لانك بتحتاجه في المقبره. على فكره الدور اللي هتفعله من الملعب مش هينفع تفعله من المقبره، فيفضل لو بادئ الاول وعندك امكانيه تبعته للمقبره او تستخدمه حتى، المهم يكون عندك في المقبره. ولازم تبقى ضامن انك تقدر تجيب وحش ليفل 8 اللي هو البيج بوس يعتبر بتاع المجموعه حاليا يعني. اوكي، هو مش هيقدر يعمل سينكرو، بس المبارزه هتطول شويه. اوكي، قلت ادمر ورقه خلفيه، كان المفروض ادمر وحش افضل عشان القدرات التانية تتفعل بتتفعل لما وحش بيغادر الملعب. فبس قلت اتخلص من ورقه خلفيه. هنا كان ممكن يجيب البيز، بس عادي حتى لو جاب البيز مش مشكله، ما كانش هيعرف يعمل حاجه برضه، ما كانش هيعرف يكمل. اوكي، قلت اخلص بيضة رعب بحيث لو الورقه المقلوبه ده تراب المجموعه ما يقرفنيش، هو فعلا هيطلع تراب المجموعه. اوكي، تدمير بدون استهداف، عشان كده قدرت ادمر بيضة رعب وبعد كده هو انسحب على طول. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه البنك، الميتا حرفيا عباره عن وحوش سينكرو. طيب اخيرا خلص، جاب 3 وحوش وهذا هو المطلوب بالنسبه لي مش بالنسبه له. يعني اي مجموعه بلعبها دايما ببقى قاعد اتمنى انه يجيب 3 وحوش. اوكي، بلعب ايديت راع، طبعا انسحب على طول. هنا بيلعب بنك مع ستار ديست بالمهاره الاقدم من دي. صراحه مجموعتي قويه جدا حاليا بسبب انتشار مجموعات السينكرو، وبسبب انها لما بتبدا تاني بتضيف لك كايجو او بيدت راع. فدي حاجه مش مخليني حرفيا اعرف اصور. بسبب كميه الانسحابات يعني. اوكي، ضفت التراب. عندي وحش بيمنع السينكرو، ضاف ستار ديست. طبعا عنده دروبلت هنا ماشي. طبعا كان لازم يعمل نجيتلي ده عشان يقدر يعمل استدعاءاته، ولكن وحش طار. اوكي، دمرت له على فكره ورقه من ايده، كانت الورقه دي، بس في الاخر طلع في ايده برضو نسخه تاني منها، بس مش مشكله عادي يعني. اللي هو هيعمل ايه؟ عندي 3 وحوش خلاص، هو ما في الغالب مش هيعرف يعمل حاجه غير انه يجيب وحش سينكرو. هو جاب وحش رخم، بس ما فيش مشكله، انا هستلم الدور فهقدر اضيف كايجو او بيدتراع على حسب. الموضوع ما عادي جدا. اوكي، ضفت كايجو، او ضفته ولا سحبته مش واخد بالي من ناسي، بس ايا كان يعني. خلاص ملعبه بقى فاضي ونقاط حياته 1800. هو مجرد هجوم واحد عنه المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد الهيرو. الشكل اللي انا بلعب بيه ما يعتبرش كاونتر للهيرو، لكن هو قوي قدام الديستني هيرو عادي يعني. هتشوف دلوقتي. جبت وحشين في الملعب وعندي سامن للبيج بوس اقدر اجيبه عادي. لو تقدر تضيف الفيلد يكون افضل، لان الفيلد بيديك تدمير زياده، خصمك ما يقدرش يرد، وتدمير بدون استهداف، حاجه كويسه جدا. اوكي، بصوا كالعاده يا جدعان اللي متابعني وبتتفرج على الفيديوهات بتاعتي للاخر، ركزوا في حاجه حصلت برضو في المبارزه دي، ركزوا. قولوها لي في التعليقات، انا مش هقولها بقى المره دي، انتوا قولوا لي في التعليقات ايه اللي بيحصل معايا في كل مبارزه ديستني هيرو.
خدوا بالكم انا عملت ايه، طيرت الوحش ده، كلكم عارفين عشان ما يجيبش ورقه الفيوجن. ده كالعاده يعني، كل فيديو بعمل كده، ما بحرمش، حرفيا ما بحرمش. اوكي، لينك. طبعا شين بقى فعلت الورقه دي، هبعت وحشه المقبره، وجبت الوحش اللي كان هيجيبه، حطيته فيس داون في الملعب، عنده ديستني فيوجن عادي، مضيفها بالمهاره، مفيش مشكله. لسه عندي التراف في المقبره ما كنتش فعلته. اوكي، جاب نسخه كمان بلومرايزيشن. واخدين بالكم انتوا طبعا، بس خلاص مش هيقدر يجيب بلازما، فمفيش مشكله. استلمت الدور، هيدمر، مش مشكله، حلو يعني، مصلحه. انا اصلا ما كنتش عايز افعله، هو خدمني على فكره، واللي عمله ده خدمه كبيره ليا. طيب هنا عملت سيرش بالوحش ده، كده ما اقدرش اعمل لينك لاني فعلت قدرته. يعني كنت اقدر اعمل لينك لو ما فعلتش قدرته وارجع البيج بوس من المقبره، ولكن ما قدرتش اعمل بسبب اني سرشت. بس مش مشكله، خلاص هو الهيرو الكومباك فيها بيبقى صعب شويه. خلاص هو عمل كل حاجه في الدور الاول، لكن الكومبو بتاعه باظ، فالكومباك بيبقى صعب شويه. هو عموما انسحب يعني. طيب المبارزه دي بلعب ضد ستار ديست، تير، هي تير واحد بس، زي ما قلت لكم انا بشوفها تير زيرو حاليا. اوكي، هنا بقى ليه المبارزه دي طولت؟ بسبب ان خصمي كان عنده هاند ترابس كتير، حتى هو ما انسحبش على طول، رغم ان ما كانش عنده دروبلت. كان في دروبلت في مجموعته بس ما كانش ساحبها. جبت طبعا اساسي، بتلعب ضد مجموعه سينكرو، هات الوحش ده. لو انت بتلعب بالشكل بتاعي يعني، بتلعب بالشكل التاني، بتجيب الكونتينيو تراب في دور خصمك. عموما خصمك يقدر يكاونتر الحركتين بدروبلت، مفيش مشكله يعني. اوكي، نهى دوره، ضاف لايده، خدتوا بالكم بالمهاره نسخه تاني من جوست، فجبت الوحش ده فعمل له نيجيت. فهنا نورمال سامن بحيث اجيبه من المقبره، هيبقى عنده ديدي كرو. هو ده اللي خلاه يصبر. قلت ارجع الوحش ده، وعشان افعل قدرات اوراقي في المقبره. خلاص الوحش ده راح بانش كده، خسرت الوحش ده للابد في المبارزه دي. ضفت الفيل، هاجمت، ونهيت دوري. هو بيحاول يدافع يعني، هو حتى الجزء الاول من المهاره عنده باظ، والجزء التاني يعتبر خلاص استهلكه دلوقتي. اوكي، ضاف نيكرو فالي، طبعا رجعت التراب بقدرته للملعب. بس خلاص هي المبارزه تقريبا هتنتهي في الدور ده، اخلصها في الدور ده لما استلم الدور. اوكي، ضفت التراب، مش عارف في الدور ده ولا اللي بعده، هنشوف دلوقتي. جبت وحش، رجعت الوحش الايدي، سحبت ورقه، لعبت الوحش تاني وعملت سيرش. هنا هجيب فينيكس، هدمر نيكرو فالي، فعلت التراب. اوكي، هنا لعبت الورقه دي عشان افعل التراب في نفس الدور اللي حطيته ست، طالما عندي وحش ليبريانس فاقدر اعمل الحركه دي. يعني الوحش ده يعتبر بديل عن كونتينيوس بيل اللي بيضيفوا لك المهاره. اندر وورلد. هو انت يا اسطى بصراحه يعني انسحب، يعني انا لو منك انسحب من البدايه يعني، طولت على الفاضي.